مساء الخير. برحب بحضراتكم معانا وساعة بث مباشر برنامج بالقانون. الحق حق أن يتبع. ساعات كتيرة قوي الطرق اللي المفروض إن احنا نمشي فيها بتكون وعرة أو طويلة أو قاسية، لكن هي دي الطرق الوحيدة اللي المفروض نمشي فيها. علشان كده دايما طول الوقت الطرق الصح بيكون جزاءاتها كبيرة أوي، سواء من ربنا أو من الحياة، أو أقصد مردوداتها من عند ربنا لينا في الحياة تبقى كبيرة قوي. لانها كانت صعبه، ولان مش كل الناس بتختار ان هي تمشي الطريق ده، ولانها كان في طرق تانية اسهل ممكن ان احنا نمشيها، لكن احنا فضلنا الطرق الصحيحه رغم وعورتها ورغم طول مشاورها ورغم صعوبتها. بيعجبني قوي في الحياه الناس المصره انها تاخد حقها، او على الاقل انها يعني بتسير ورا ظنها بانها عندها حق لغايه الاخر، بس لما تكتشف ان ما عندهاش حق بتلف وترجع تاني. النهارده هنتكلم عن ازاي ان احنا نعترض على ان الحكم ده اللي هو عنوان الحقيقة مش صحيح، مش حقيقي. احنا عندنا اسباب اخرى او ابعاد اخرى او زوايا اخرى تجعل القاضي يعيد النظر مرة اخرى في حكمه. طبعا في طرق تقليديه، لكن احنا النهارده هنتكلم عن الطرق غير التقليديه، بس كالمعتاد يعني طالما احنا لازم هنتكلم عن نشرح الكل كله بقى. هنتكلم عن الكل يعني. الله ينور عليك. مشرفنا النهارده استاذ وليد عبد الحميد، المحامي بالنقد الدستوري والاداريه العليا. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا مشرفني بحضرتك، اكيد. الله يخليكي. وانا سعيد بالمقدمه اللي حضرتك قلتيها دي. بس خليني قبل ما ندخل في موضوع الحلقه، برافو عليك، انا بحييكي وفريق الاعداد ان انت اتكلمتي كده. حضرتك الاحكام القضائيه تحترم طبعا، بس هي القانون نفسه من صنع بشر، والاحكام القضائيه من صنع بشر. لذلك المشرع في مصر وفي البلاد العربيه وفي اوروبا وامريكا وفي كل الدول جعل عمليه التقاضي على درجتين تقاضي، وجعل طريق غير استثنائي زي النقد. فحضرتك يبقى احنا هنا حتى الانبياء قضوا قصه سيدنا سليمان وابيه نبي الله داود لما اختلفوا. بس كنت في محكمه النقد قال في قضيه شهيره، القصه دي طبعا كلنا عارفينها. لما جت الغنم دخلت في غيط مزارع، والغنم راحت نفشت كلت كل المحصول اللي موجود. فسيدنا داود حكم ان الراجل صاحب المزرعه ياخد الاغنام. فبلطف، حتى تشوفي عمنا الله يرحمه الشيخ الجليل الشعراوي بيشرحها، عاتب ابوه. ده الاستئناف بقى في الاديان. فقال له لا، يعني الحكم ما بيبقاش كده، انت ظلمت. فده فحضرتك قال الحكم كان في الواقعه دي ان صاحب المزرعه هياخد غنم الراجل واللي يطلع منها الخير بتاعها، وراعي الاغنام بقابلته بالناس اللي معاه يزرعوا الارض لغايه ما يجي المحصول فيها، يرجعوا للراجل الحديقه بتاعته او المزرعه بتاعته وياخدوا غنمهم ويمشي. فيبقى هنا حضرتك لان القوانين من صنع بشر والاحكام القضائيه من صنع بشر، نصيب ونخطئ. فحضرتك وكمان ممكن يكون في يعني امور وجهه نظر اخرى برافو لم عليك. توضح للقاضي، فهو اخذ حكمه بناء على ما ابدي له من اكتمال الصوره. حتى سيدنا رسول الله عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام ذكر ان قد يقضى لحد قطعه من النار ان في ادله ما تجيش قدام المحكمه. خليني لا يعني ده طبعا ربنا يديني الصحه والعمر، احنا بنحاول وحضرتك والبرنامج وتلفزيون بلدنا تلفزيون مصر نزرع الثقافه القانونيه. بقالكم 20 سنه البرنامج، وانا يعني كنت فخور من اول المحامين اللي جينا في البرنامج. فخلينا نتكلم حضرتك الاحكام ايه هي. عندنا احكام هنقسمها: الاحكام في المسائل المدنيه، الاحكام في مسائل الاسره، قضاء مجلس الدوله. حضرتك الاحكام الابتدائيه في احكام جزئيه اللي هي القضايا اللي قيمتها ما تزيدش على التعديلات الجديده عن 40,000. حضرتك قلت مدنيه واسره ومجلس دوله. مدنيه وجنائي. مدني. ما انا جاي لحضرتك، برافو عليكي. مدني، ما هو خلاص بقيتي محاميه بقى. يعني ليه الشرف، يا ريت لا والله. حضرتك هنتكلم عن احكام المدنيه، انت اللي طلبتي الجنائيه بقى عشان كلها بتعمل مشاكل. يعني يبقى هي مدنيه اسره مدنيه مجلس واسره دوله. وتجاري وعمال واسره.
وجنائي صح؟ الجنائي دي محكمه الجنايات، دي حاجه تانية. دي قصه بقى طيب نتكلم فيها. يعني هي مدنيه اسره، مدني واسره وعمال عمال، وتجاري تجاري. واقتصاديه طبعا، ومحاكم اقتصاديه دي ليها برضه قوانين خاصه، وقضاء بتاع مجلس الدوله اللي هو القضاء الاداري. طيب امال ايه التقسيمه التانية بقى، الابتدائي والجزئي؟ تمام. في القضايا سواء العمالي او المدني او التجاري، في ايه التجاري بس هيختلف دلوقتي لما نشرح في الاحكام. حضرتك القضاء المدني بينقسم في مساله، مثلا قضيه قيمتها المدنيه 500 جنيه هتبقى قضاء يعني جزئي، الخلاف قاضي على واحد يعني. الخلاف على 500 لا، جنيه في طبيعه اللي هيحكم القاضي الجزئي بيبقى قاضي واحد. انا تقصد 500 جنيه دي نزاع حول قيمة 500 مثلا 500 جنيه او نزاع على حاجة مقررها القانون. للقاضي الامور الوقتية مثلا او للقاضي الجزئي بيبقى واحد. انما الابتدائي 3 من السادة ده لما القضاة. تبقى النزاع على قد ايه؟ لا كام ده الرقم فيما فوق؟ ده في فوق ال 40,000 او زي النزاعات العمالي حضرتك دي ابتدائي على طول. وقضايا الايجارات دي ابتدائي على طول. الايجارات؟ قضايا الايجارات ابتدائي، والعمالي والمدني والحاجات دي. الايجارات يا جماعه، الايجارات ابتدائي ده على طول؟ ابتدائي على طول. واكتر من 40,000 ابتدائي، والتجاري هو ابتدائي، تعدل كمان، وخلي والعمالي بالك ممكن ابتدائي. ممكن بتتعدل كمان النصاب بتاع المحاكم. طيب فحضرتك دي بيترتب عليه ايه؟ حضرتك لو صدر من دايره ابتدائيه في قضيه مدني سواء مدني او عمالي، حضرتك صدر حكم بيها، حضرتك انت مش عاجبك الحكم او انا مش عاجبني، نطلع للمحكمه يعني الاعلى. معترضه عليه، معترضه. شايفه ان هو انا دي بتكلم بالعاميه يعني بالعامية. عشان نبسطها للناس تمام. اخواننا اللي بيتفرجوا. فحضرتك صدر حكم المحكمه الابتدائيه المدنيه مش عاجبني، انا شايف ان في، او انا نسيت اقدم ورق او الدفاع بتاعي او في واقعه ما اتعرضتش على المحكمه، فباتي ان انا اروح اعمل استئناف في المدني في خلال 40 يوم، وفي القضايا المستعجله اللي صدر المحاكم مستعجله 15 يوم. تمام كده، يبقى كل المحكمه. خلوا بالكم هو دلوقتي استاذ وليد ابتدى يشرح لنا الطرق العاديه للطعن، للاعتراض، يعني اللي هو مش عاجبني فانا بعترض على الحكم ده. دي الطرق العاديه، احنا ابتدينا كده نتكلم عن عاديه. احنا بنتكلم هي الاستئناف. كده النهارده صدر حكم محكمه الاسره في اول درجه او العمال. واخد بال حضرتك؟ هتختلف في الاداري والتجاري هنا. طيب صدر حكم محكمه الاسره او المحكمه المدنيه او العماليه او التجاريه مش عاجبني، او يعني ما لم يرتضي، هي محكمه النقد اللي بتسميها كده، لم يرتضي به الخصم. تمام. فلما لم يرتضي به بيتقدم باستئناف. الاستئناف ده ليه مواعيد؟ ليه 3 حاجات. ميعاد 40 يوم، واستثنى فيه، استثنى منه ال 15 يوم بتوع المستعجل. تمام. خلاص كده حضرتك؟ تمام. يبقى لازم يتعمل في الميعاد مع مراعاة حاجة اسمها مواعيد المسافات. تاني مواعيد حاجة المسافات دي يعني حصل في مثلا توقيت؟ لا هقول لحضرتك، واحد جاي بيعمل استئناف من أسوان، واخده بالك الميعاد 40 يوم، وهو جاي حصل الشيء الطارئ، اتقطع السكة الحديد والطرق. تمام. لكن في العموم ما زي في بيجيش ده. الكورونا مدوا المواعيد 10 ايام وحاجات زي كده. لكن في العموم ده مش محافظ. تمام. هو فحضرتك طبعا يا جماعه فكره الميكنه والحاجات التكنولوجيه لما هتحصل مش هيبقى ليها دي مكان، يعني كبسه زر زي ما بيقال او دوسه زرار، خلاص الموضوع انت بترفع الاستئناف بتاعك وخلاص. احنا نتمنى بقى ان ده يحصل، ان ده يكون. هو ابتدت في وزاره العدل. يبقى وصلنا حضرتك الاستئناف لازم يتعمل في المواعيد المقرره لطبيعه الاستئناف ده. خلاص حضرتك. تالت حاجه يوقع عليه محامي مقيد امام المحكمه، يعني ما يجوزش. كان لسه عندنا حاله حد بيسالني فيها لوجه الله، الراجل راح من نفسه راح المحكمه قال لهم انا عايز اعمل استئناف، قالوا له تعالى. خدوا منه الورق اللي هو كاتبه، القضاء قضى بسقوط الحق في الاستئناف لانه ما اعلنش، ما عملش عريضه كويسه، وما وقعش محامي عليه. لازم يبقى فيه يعني للاستئناف ده شكل. برافو عليك. الله. يبقى لازم الاستئناف ليه قالب قانوني وشكل قانوني قرره المشرع المصري وجميع المشرعين في العالم والقوانين. طيب حضرتك عندما ينظر الاستئناف يطرح من جديد امام البحث والنظر كله شكلا وموضوعا، كل الادله كلها. تمام. يعني بنناقش من اول وجديد. خلاص. وبيبقى ايه قضاء اعلى درجه. تمام كده. بنيجي في القضاء بقى بتاع مجلس الدوله.
هنا بقى ده على طول مره واحده بيطلع الحكم من المحكمه الاداريه مجلس الدوله، ملوش ايه الا الطريق غير عادي. التماس اعاده النظر. لا الطعن. طعن. الطعن امام الاداريه العليا. يعني مش اه الاستئناف، ملهوش استئناف. لا تمام. طعن على طول، ده تمام. هنا محكمه ذات طبيعه خاصه. اه. بتيجي بقى لحضرتك للجنح اه. والجنايات. مم. الجنح حضرتك بتصدر من محكمه جزئيه، جميع الجنح في مصر محكمه جزئيه بيرأسها قاضي واحد. مم. خلاص. مم. ده المحكمه الايه؟ الجنح دي اللي هنا اللي هي ايه بقى؟ اللي هي حضرتك زي جريمه التبديد، جريمه السرقه البسيطه، الضرب البسيط، السب والقذف، خيانه الامانه، خيانه الائتمان، الشيك تمام. بدون رصيد. تمام. يبقى دي حضرتك هنا بتبقى ينظر فيها قاضي واحد. محكمة جنح الدقي، العجوزة، القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، منيا القمح، كل دي بتبقى برئاسة ايه؟ قاضي واحد. والدوائر دي استقر العمل او العرف في مصر ان بيبقى مثلا في دايرة السبت حد 2 بينظرها قاضي، بعد كده 3 4 خميس قاضي تاني. جزئي ولا قاضي برضو تاني؟ قاضي جزئي برضه، بس ما بيشتغلش الا 3 ايام بس. تمام. هو حضرتك وما بيستقرش اي قاضي في العرف القضائي في مصر اكتر من 2 سنين. تمام. خلاص حضرتك. والجنائي؟ الجنايات لسه بقى، الجنائي بقى حضرتك هي المشاكل كلها بقى هنا. حضرتك احنا القضاء المصري بالنسبه للجنايات الحكم اللي يصدر من محكمه الجنايات واجب النفاذ فور صدوره. الحكم يعني تعترض بس هتنفذ وبعد كده تعترض. خليني بس اوضح دي. توضح. في الجنحه في بعض الاحكام بيصدر ايه الحكم مع كفاله. الكفاله دي لوقف التنفيذ. ان هو حضرتك عشان لما يجي في الاستئناف عشان يروح هتتحجز الحكم شهر، ودفع الكفاله بيروح، وما دفعش الكفاله بيقعد يتحجز. الا لو قررت المحكمه اخلاء سبيله وارتأت حجز الدعوه للحكم مع اخلاء سبيله او تقدم لها الدفاع بطلب تخفيض الكفاله. تمام. انا بكلمك خبره السنين بقى. وطبعا بتشرف ان انا في تلفزيون بلدي وان انا اوضح الثقافه الكونيه عشان الناس بتتخانق مع بعض على الفيسبوك مش عارفين القانون. لا حضرتك يبقى احنا هنا في الجنح في كفاله وقف التنفيذ. وما عندناش في مصر بقى عشان الجنايات جرائم القتل والاختطاف والسرقه والبلاوي السوداء دي، ما عندناش في مصر نظام اسمه الديه. عشان في بعض قضايا سمعت الناس عملت، ما فيش عندنا في مصر نظام الديه ده في بعض الدول العربيه. يبقى حضرتك في الجنحه الحكم ما بيبقاش واجب النفاذ الا لو شملوا في اول درجه، وده ما بيبقاش الا حالات نادره يشمل حكم اول درجه النفاذ. هو بيكتب مثلا في جريمه شيك حبس 3 سنوات، حبس 3 سنوات وكفاله 10000 جنيه وغرامه مثلا ايه 1000 جنيه. بيروح الاستئناف بيحضر معانا المتهم، لو سدد الكفاله والقاضي حجزها للحكم خلاص بيروحوا. وبرضه لا زالت للقاضي سلطه ان هو ايه حتى لو هو مسدد الكفاله ليه سلطه في القانون ان هو يحجز الحكم مع حبسه ليوم حتى لو انت الجلسه. دفعت الكفاله؟ ما دي حاجه بتاعته بقى، ما هو وخلاص قاضي الموضوع، غلت يد الجميع عن القضيه. ايوه بس دي من سلطته يعني ولا ده تجاوز؟ لا مش تجاوز. طيب انا بس عايزه اسال حضرتك، هو انت اللي بتطلب الكفاله ولا هو الحكم لا بالاساس الحكم برافو عليك بكده بكفاله مقدره. طب لو هو بكفاله مقدره مقدره يعني في الحكم مقدره كمان، لكن انت ما بتطلبش كفاله، خروجه مع كفاله ولا ممكن تطلب؟ لا ممكن نطلب طبعا، ان لو حكم نطلب بكفاله تبقى قليله. بتيجي بقى لا تطلب بكفاله بالاساس. فكره الكفاله لو ان الحكم ما فيهوش كفاله تقدر ان حضرتك تطلب من القاضي انه لا خلاص طالما صدر خلاص في كفاله لخروجه لحين النظر في لو ما فيش كفاله بنطلب مع اي ضمان ترى المحكمه مثلا. مع اي ضمان ترى المحكمه لحضور المتهم الجلسه. فبتيجي حضرتك هنا الجنايه بقى. الجنايات هنا حضرتك المشرع المصري كان زي المشرع الفرنسي، كان الحكم واجب النفاذ فور صدوره ولا زال طبعا. يبقى الحكم في الجنايات واللي بيحكم في الجنايات حضرتك قضاة بدرجة قاضي استئناف، اللي هو مش قاضي محكمة ابتدائية. يبقى القضاة بتوع الجنايات حضرتك ده بيبقى قاضي زي دول قضاة استئناف عالي. في السن ليهم معيار معين، ليه سن معين لازم عشان يبقى قاضي استئناف، وبيبقى حد ترسخ في العلم والخبرة
فالنهارده اللي بيبقى جالس على منصات الاستئناف كبار القضاة في مصر ليهم خبره وبيطلعوا لان هم طبعا طبعا بينظروا طبعا القضيه من الاول طبعا. وجديد مره ما مره هو تانية. هنا بتبقى الفرصة الأخيرة. مم. آه، بن- بعد الاستئناف الطعن يعني تقصد؟ لا حضرتك في المدني قاضي الاستئناف بعديه في طريق غير استثنائي النقض، انما يعني بيبقى واجب اه. النفاذ خلاص. انما الجنايات الوضع هنا بيختلف لان في وضع جديد هقول لك عليه 2024 هيبقى في وضع جديد خالص. اتفضل. حضرتك الاحكام الجنائيه بتصدر من دوائر استئناف عالي. الحكم هنا فيها واجب النفاذ فور الصدور، يوم صدوره. تمام. يوم صدوره ده خليك، ده حاجه مهمه جدا. بقى الحكم في الجنايات بيصدر النهارده يتنفذ النهارده. خلاص واجب النفاذ بياخده المتهم يتحبس على طول لو في تمام. حبس في ساعتها. تمام. خلاص كده حضرتك. هو بيبقى حضوري، هو بيبقى موجود ولا هو ساعات يبقى غيابي؟ برافو عليك. لا في كان استحدث المشرع المصري قريبا من فتره قريبه مش فاكر تقريبا 2017 حضور يجوز للمتهم ان يحضر عنه وكيل بتوكيل خاص للحضور في تلك الجنايه. ده ما يعني كانش موجود حد من قبل. كان لازم هو يحضر. فدلوقتي بعد القانون ده، بعد التعديل ده، ممكن كان المحامي بتاعه مخصوص هو كان بعد الثوره وفي احداث خاصه عشان تيجي الناس تحضر عنها محامي وتسدد الفلوس اللي كانوا واخدينها حاجات زي كده، قضايا شهيره يعني. تمام. فاتعمل التعديل التشريعي ده وللتيسير على واحد قعيد مش قادر يروح المحكمه مع ايه بقى؟ برضه لا يزال يعني تبقى حضرتك حاضره في الجنايه بتوكيل خاص للجنايه رقم كذا كذا، ويحق لقاضي الموضوع ورئيس دائره الجنايات يطلب وصول المتهم. تمام. يعني ده هو حق اصيل ليه من الاول اساسا، بس جاء التشريع ده استثنى. تمام. فبتيجي حضرتك هنا يبقى الحكم اللي بيطلع في الجنايه محكمه الجنايات اللي هو بشكل الاستئناف ده حكم نهائي بس مش طب بات. حضور الموكل بتاعه ده يخلي الحكم حضوري ولا غيابي؟ ايوه برافو عليك. انا والله العظيم مش شكرانيه عشان قاعد في تلفزيون مصر حضرتك تدرسي ربنا يخليك. بقول لحضرتك ده شهاده هنا كبيره. لا فعلا بقول الحق. حضرتك هنا في حاجه اسمها حضور توكيلي. احنا في المعارضات في الجنح خلينا نرجع شويه الجنح. في الجنح ما عدا السرقه احنا بنحضر كل المحامين عن ايه؟ عن المتهمين في الجنح. تمام. خلاص لما في الاستئناف لازم حضور ايه؟ في بعض انواع في الجنايات حضرتك لو حضرنا بالتوكيل والمحكمه سمعت المرافعه والمستندات وقدمنا هو قال لك توكيل خاص مش اي توكيل، لا توكيل خاص بالقضيه دي بالرقم بتاعها. تمام. لو حضرنا حضرتك هنا اصبح الحكم ايه حضرتك؟ حضور توكيلي. تمام. طب وفي الجنايات؟ ما هو في الجنايه حضرتك احنا بنتكلم على الجنايه. يعني جنائي والجنح الاثنين كده. الجنح مستأنف لازم حضور المتهم. لا الغير المستأنف يعتبر برضه حضوري. لازم بيبقى هنا فالجنائي الجنايه لو المحامي حضر بتوكيل خاص باسم القضيه ورقمها كأنه هو حاضر بالظبط. بالظبط كده. تمام. حضرتك بقى ايه هنا برضو كان في اول تطبيق القانون ده لغط بعض الزملاء بيطلب ايه؟ عمل حاجه اسمها اعاده اجراءات. اعاده الاجراءات دي ايه بقى؟ برضو مصطلحات الناس بتسمعها مش عارفاها. ايه اعاده الاجراءات؟ صدر حكم غيابي. انا هقول لحضرتك حاجه امتى يبقى في اعاده اجراءات دي؟ لم يتصل علم المتهم بالحكم اللي هو غيابي هارب ما جاش ما يعرفش ان هو نازل متهم. تمام. خلاص خد بالك بقى في اعاده الاجراءات دي فيها حاجه خطيره. ما يعرفش. لو هو راح علم قبل ما يتقبض عليه وهو حر طليق راح عمل بتوكيل من محامي اعاده اجراءات والتوكيل ينص في اعاده الاجراءات ما يتحبس يروح يوم الجلسه على رجله. تمام. انما لو تم القبض عليه يبقى يوم الجلسه مفيش بقى بيتحبس لغايه يوم جلسه الموضوع. خلاص حضرتك يبقى هنا برضو عشان نقفل باب الجنايات ونتكلم عشان ما ندخل بقى في التماس عاده النظر. حضرتك القانون المصري كان الدستور الاخير دستور 2014 نص ان احنا هنعمل زي فرنسا الجنايه على درجتي تقاضي. دايما بتبقى مشكله عندنا لما بنسافر بره في الاحكام الجنايات. فرنسا بقى لها حوالي 30 سنه خدوا المذهب ان الجنايه درجتي تقاضي اللي هي الاستئناف ونقض.
لا، ما ده لسه النقد موجود. حضرتك الدايره اللي بتصدر احكام الجنايات تبقى 3 تمام. في الاغلب الاعم. حضرتك هيبقى بعد ما تصدر 3 اللي هم ايه؟ 3 قضاه. 3 قضاء. انا 3 بتكلم على قضاه، درجات التقاضي ما هو ايه؟ درجتين بقى، هتبقى درجتين دلوقتي. الجنايه درجه واحده، هنا في مصر درجه واحده. اللي هي 2024 لا اللي هي ايه بس خلينا قبل ما محكمه الاستئناف اللي هي محكمه الجنايات اللي بتصدر الحكم. محكمة الاستئناف. اعترض ازاي؟ اروح اعادة النقد عندك دلوقتي نقد والتماس نقد. اعاده نظر. امال المفترض ان انتوا عايزينه ايه لا مش علشان عايزينه، ده كنا طلبنا. مقترح؟ لا ده مش مقترح، ما ده حضرتك عند اقرار الدستور كنت انا واحد من اللي ناديت ان الجنايه تبقى زي فرنسا على درجتي تقاضي. ليه حضرتك ناديت بده؟ هما ايه الدرجتين وليه ناديت بده؟ هقول لحضرتك حاجه. الجنحه، يعني المتهم اللي ارتكب جنحه ياخد حقوق اكتر من اللي ارتكب جنايه او اتهم بجنايه. طب قولي درجتين بس الاول ايه؟ بيبقى دايره استئنافيه اه 5 3 وبعد كده بتتعرض على دايره تاني 5. يعني درجتين استئناف؟ هم القضاه اللي بيحكموا في الجنايات طبقا للقانون لازم يبقى قاضي استئناف عالي. اه فاول بس درجه الدرجة دي هتتسمى ايه؟ واحدة هي استئناف. كده الاستئناف، استئناف برضه. استئناف واستئناف. ايوه استئناف بالظبط. ثلاثي واستئناف خماسي. وبعد بس كده دايره نقد. ثلاثيه بعد كده بقى النقد وبعد كده التماس اعاده النظر. فانت ده اللي هو عايز طريق غير يتعرض عادي. على لجنتين استئناف هقول وبعد لحضرتك كده حاجه. نقد. ليه؟ ايوه برافو عليك. كانت فلسفه المشرع الفرنسي واللي كان متبنيها وكان بتعمل مؤتمرات دوليه. شرفت على ان تلمست على ايدي الدكتور محمود نجيب حسني والدكتور مأمون سلامه درسوا لي. فحضرتك هنا عشان اتاحه الفرصه النهارده وتخفيف الضغط على محكمه النقد. ما حضرتك كانت الاول محكمه النقد النقد لما بتروح جنايه بتبص تلاقي المتهم في حاجه مخالفه بمحكمه النقد، محكمه قانون محكمه النقد لقت ان المتهم هنا لا يستحق ان ايه، كان في هنا خلل او في هنا اخلال بحق الدفاع. براءة. هنا لا ما تديش براءه، تطلب زي في المدني برضو اعاده محاكمته. وكان قدام دايره 8 يتحاكم قدام دايره 12. عايزين نحولكم من اول وجديد؟ ايوه والله. ايوه. ما انا جايب لك فيها كل الكلام ده. يبقى اذا هنا يبقى انا. طب ازاي الاقتراح ده ان يبقى ده مش فيه اقتراح، ده قانون في الدستور، ده في الدستور. في الدستور اقتراح الدستوري ده او الفرض ده الدستوري ده نص دستوري خلاص بس هو 2024 ما تحولش قانون يعني؟ لا اتحول خلاص. يعني خرج في القانون؟ الدستور كان السيد الرئيس وزاره العدل واخده 10 يعني سنين. هو خرج خلاص خلاص. يعني دلوقتي 2024 مش هقول نشجع ناس يعني على الجنايات. 2024 درجه طيب. انت رغبتني ليه يا استاذ تاني اهو. هو احنا في سنه كام يا جماعه؟ لسه 23 خلاص. هيتنفذ يعني. هو القانون خرج بس تنفيذه ايوه في في النص 2024. الدستوري. ايوه هو ينفع كده قانون يطلع ويقول ما بيديكي بعد فتره انتقاليه، فتره آه. انتقاليه وتمهيديه يعني هو عشان أصلاً وزاره بقى العدل واقع تعد خلاص. عدد من القضاه. بس طبعا دي هتبقى حاجه جميله، دي هتبقى. ايوه طيب الشكل الجديد للتقاضي او منهج التقاضي للجنائي هل فعلا هيخفف الضغط على محكمه مش النقد. بس الضغط، انا ما اقصدش الضغط بس، لكن كمان هذه الفجوات وهذه السقطات اللي كانت ممكن يلاقيها قاضي النقد فيرجع المحاكمه من الاول وجديد تاني. فسؤالي هل ده الشكل ده هيقلل من هذه الفراغات، مش هنقول السقطات، الفراغات والاخطاء الموجوده؟ طبعا طبعا. حضرتك بيبقى 3 غير 5 لما بتتداول القضيه 3 قضاه غير لما يتداول 5. بس في ناس هتقول لك و5 بيبقوا درجه اعلى كمان اقدميه مع حضرتك. القضاه بتوع الاستئناف في درجه رئيس محكمه استئناف. يعني ممكن تستغربي تلاقي الدايره كلها 3 رئيس استئناف. طبعا ده اللي احنا عشان شغلنا فاهمين. على درجه رئيس تقري الحكم 3 درجه رئيس. بعد كده في مستشار الف وب وج. طيب هو كل القضايا لازم بموجب القانون ده اللي هيتطبق 2024 هل كل القضايا هتمشي بنفس السيكونس ده ولا على حسب القضيه؟ يعني في قضيه احنا هنعوز لنا ساعه تاني بس فكرينا التماس اعاده النظر في الاخر بس. لا مش مهم يعني احنا بس ماشيين عشان نكمل الفكره علشان نفهم برضو ايه اللي هيحصل بعد كده. طب بذمتك بتستفادي من وجودي في الحلقه ولا لا؟ جدا انا والله بستفيد من وجود حضراتكم جميعا يعني. قول لي يعني هل كل القضايا هتمشي بالسيكونس ده ولا حسب
طبيعه القضيه هقول لك ومتطلبات المشكله، القضيه اول والى مشكله هتتقابل ايه؟ لا، حضرتك هي هتبقى القضايا لمتحال جديده، بس هيبقى في مشكله، هيجي لهم محامي زي حالاتي كده، حد فقير الى لا فاهم، هقول لهم لا انا اتحاكم على القانون الجديد، لو المحاكمه لسه ماشيه لا هدفع ان انا يطبق عليها القانون الجديد اللي هو ايه، حتى لو المحكمه اللي انا امامها اتحاكم، طالما ايه، ما هنشوف بقى ايه في التطبيق بقى، هل القضايا زي قضايا زي محاكم امن الدوله كان في لما اتلغت قال لك القضايا الثانيه ترجع للقضاء العادي. فهنا طبعا هيبقى طبعا عشان وجه مصر الحضاري والقضاء، اعتقد ان القضايا اللي لا زالت منظوره هتنظر على الدرجه، بشكل ده درجتين، عشان العداله، على درجتين. مم. ده عشان العداله حضرتك، ده عشان العداله. طيب وهل الدرجه الثانيه في الاستئنافي اللي هي الخماسي يعني؟ ايوه برافو، خلاص خماسي حفظتيها. خلاص احنا ماشيين ثلاثي وخماسي. الخماسي هيبقى المفترض انت تقدم قدامها ايه؟ او هيبقى ايه طلباتها، او ايه شكل الاعتراض، او ايه اوجه الاعتراض اللي ممكن هو تقدم حضرتك للخماسي؟ زي ما احنا بنعمل، حضرتك هي هتعمل ايه الوضع ده؟ حضرتك بعد هي مصدر الحكم بنعمل استئناف، ده هيبقى ده بنص القانون وفي الدستور، هنعمل استئناف. هيتحدد جلسه زي اعاده الاجراءات، بس مش امام نفس الدايره اللي اصدرت القرار. بس هو لازم تمشي على الثلاث مراحل دول. هو يعني ده المفروض العداله. حتى لو انت مالكش طلبات، يعني حتى لو لا انت لا لازم كلنا بنطلب طلبات، انتوا لازم طبعا تطلبوا طلبات، بس مفيش لازم طلبات. بس افرض انه خلاص لا ومثلا الحكم لصالحك والخصم ما طلبش اي حاجه، لازم يعدي على الاستئناف الخماسي. ما هقول لحضرتك حاجه، الخماسي هقول لك برضه برافو عليك، ما هي النيابه العامه الامينه على الدعوه العموميه. الشخص هياخد براءه وهو النيابه تتشكك في هذه البراءه، يبقى النيابه هتطعن بالاستئناف اللي خد براءه، هيبقى في وقت بقى ايه، يعني اعتقد كمان هيبقى في لسه حق للنيابه العامه انها طبعا النيابه في تطلب جميع الاوقات يحق للنيابه العامه والسيد النائب العام هم الامناء على تحريك الدعوه الجنائيه. تمام. تاني اهو، النيابه العامه والسيد النائب العام على قمه الهرم بتاعها هم الامناء على الدعوه الجنائيه، وهو بيحرك الدعوه الجنائيه في ضوء ما قدم اليه من مستندات. ممكن يحفظ القضيه. طيب وهل اللي هو الاستئناف الخماسي ده برضه بينظر؟ النائب العام ممكن يعترض على حد طلع براءه بحق اصيل حق ليه، بس الاستئناف الثاني اللي هو الخماسي، هل من حقه ايضا او من طبيعه يعني اداء هينظر القضاء هينظر الدعوه كلها من جديد، مش بس زي النقد بس الشكل القانوني فقط؟ برافو عليك. علشان بس هينظرها محكمه موضوع، ما احنا لازم نبقى فاهمين معاكم برضو يا استاذ وليد، يعني ايوه احنا عرفنا ان الكلام ده مش بيضايقكم، مش بيضايق المحامين ان لا طبعا الموكل يبقى اول حد عندك يطلع في برنامج السنه دي يتكلم في ده وينبه الناس ليها. هو بقول عندك صح، انت كنت معانا اول يوم في السنه. طيب فعلشان نبقى ايه زي ما اتفقنا، احنا السنه دي هنمرر طاقات ايجابيه، هيبقى عندنا ارقام لازم نعرفها، وكمان لازم نبقى فاهمين مع المحامي، يعني هو فاهم كويس قوي واحنا واثقين فيه وكل حاجه، بس احنا كمان لازم نبقى فاهمين. على فكره ده للمحامي الواثق من نفسه بيريحه كتير، لانه احنا ما بنسالش اسئله ملهاش لازمه، ما بنقولش انت بتفاجئ باسئله زي المتخصصين والله بجد يعني. ربنا يخليك. طيب دلوقتي احنا ده اللي هيبقى في 2024، احنا لغايه دلوقتي ما بنمشاش تقريبا شهر 3 أو 4 تقريبا. طيب ده نص دستوري. نص دستوري وقانوني بقى، قانون خلاص. طيب الاستئناف 1، استئناف 2، بعد كده النقد بقى. طيب بس هقول لك براحتك. الاثنين دول او الواحد لغايه دلوقتي، هل دي طرق طعن تقليديه ولا عاديه ولا غير عاديه؟ الاثنين عاديه، هيبقوا بالتعديل الدستوري ده. امال ايه اللي مش عادي من اول الطعن؟ لا اللي مش غير عادي بقى النقد. النقد ده مختلف بقى خالص، ده قصه تاني بقى. ليه بقى مختلف؟ حضرتك في مثلا تعديلات قانون الاسره الاخير خلت التقاضي على اول درجه والاستئناف، واعطت للنائب العام بس هو، ويعني جميع قضايا الاسره. شفت فيلم اريد حلا اللي كانت عاملاه الله يرحمها طبعا طبعا ده علامه. فين بقى لما استجابوا المجلس القومي للمراه وبتاع اصبح. والله انا شايفه انه القوى الناعمه دي يا جماعه مؤثره بشكل
احنا مش قادرين نتخيله، مش بس في القوانين الوضعيه اللي المشرع بيضعها، في تقبل الناس للحاله. يعني انا شفت مثلا مسلسل جديد اسمه ايجار قديم، بيناقش فكره المستاجر والمالك، وصيغوا السيناريست بشكل انساني اجتماعي لطيف وحلو جدا، مكتوب حلو جدا ومتمثل حلو جدا، فخلى الناس تخرج بس من حاله الخناق اللي بين المستاجر يا فندم وبين المالك. يا ريت حضرتك تتفرج على المسلسل ده. وخلى الناس تتهيأ نفسيا لاي حكم قضائي او حكم تشريعي ممكن يخرج للنور. فحاجه مهمه جدا من اللي بتحصل دي. طبعا. يبقى حضرتك هنا نبتدي بقى، احنا نشوف اللي هنرجع اللي ابتدينا فيه في الاول، الاحكام اللي بتصدر من انت ما محاكم اهتمتش للسنة. ليه بالمسلسل اللي انا بقوله؟ ما لا قلتش لا اي تعليق عليه. ما هقول ما لحضرتك حاجة. عندهمش يما ارحميني، هو القانون يعني القانون مش لا دعوه. والله، لا لا، العلم حضرتك. على فكره، انا هقول لك يا استاذ على غالي، فكره، مش هطلع بس من موضوع طيب الحلقه. انا احنا ما بقرا في علم خرجناش. النفس. هو انت هتودينا لا ورا لا الزنزانه، ورا لا 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 قفص الاتهام؟ لا هو احنا خرجنا لا يا لا، استاذ بقول وليد؟ لحضرتك حاجه. انا بقول في صلب هقول الموضوع. لحضرتك حاجه. انا شرفت ان انا سافرت بلاد كتير، 49 دوله بقول لك على الهوا. كل وقتي 90% من وقتي بقرا في كل الموضوعات. انا بقرا في حاجات في الطب، في الهندسه، مصدقاك. في العلم النفس، في الاجتماع. المحامي الناجح شفت بره في امريكا وفرنسا وانجلترا والمانيا. عشان المحامي يبقى ناجح، انا لما بتجيلي حضرتك قضيه ماليه بستعين بمحاسبين ومديرين بنوك، قول لي فهمني علمني. ربنا سبحانه وتعالى بدايه القران الكريم قال لسيدنا محمد اقرا. حضرتك باجي في علم النفس اشتغلت لي بتاع 30 قضيه، كبار الاطباء بروح اقعد تحت رجلهم تلميذ، تحت رجلهم تلميذ، تشوف الخلفيات وتتعلم. اتعلم. انا مصدقه الكلام ده، لاني انا فوجئت يا استاذ وليد ان معظم المحامين فنانين تشكيليين، ايوه، كتاب على اعلى مستوى من الكتابه، بيكتبوا كتابات رائعه، روائيين، ايوه، بشكل خطير، شعراء عندهم دواوين شعر. يعني هو فعلا المحامي يمكن طبيعته المقتربه قوي من الطبيعه الانسانيه بتفتح مدارك شخصيته للحياه عارفه وللفن ليه حضرتك؟ المهندس بيشتغل بيعمل كتل خرسانه، خرسانيه. المهندس التكييف يعني مع كده. انما احترامنا احنا يعني بنتعامل طبعا، ده احنا ما نستغناش برضه عنهم. مهندسين فنانين جدا وشعراء بس وكل احنا حاجه، بس احنا هم اقرب والاطباء، للطبيعه الانسانيه. احنا والاطباء يعني شوف الشاعر اللي هو اللي كان عامل اغنيه بتاعت ام كلثوم، احمد ناجي، دكتور احمد ناجي، دكتور طبيب نسا وطبيب على حضرتك. المحامي والطبيب احنا بنشتغل مع البشر. صحيح. بصي انا هضرب دي هتقول لي حاجه، انما لو عملت لحضرتك كده هتعملي لي مصيبه. صحيح. انا بس استغربت لما ما اديتش الرياكشن. لا حضرتك المحامين خلاص براءه. لا مش علينا براءه. اي مهنه تتعامل مع الانسان صح، دي حقيقه، اصعب حاجه. صحيح. طيب. انا رحت مره واحده بس محكمه الاسره. لا المشاهد الكم الزخم والحزن والوجع والفرح يمكن انا بروح البيت نص ساعه، انا واغلبيه المحامين حقيقي بنروح البيت نقعد ساعه مش عايز اتكلم مع حد. مصدقوا الكلام ده لانه حقيقي. طيب. عايز اشرب قهوه واقعد ساكت مش عايز اسمع حاجه. صحيح، انا مصدقه الكلام ده. طيب هنرجع لفكره ايوه حضرتك الاحكام اللي بتصدر من المحاكم الابتدائيه من حقنا فيها الاستئناف، ما عدا الحكم اللي اقل من 100,000 على حسب التعديلات ملوش نقد. تمام، ملوش نقد. احكام محكمه الاسره كلها ملهاش نقد بعد الاستئناف، الا الاحكام التي خالفت تطبيق القانون. خلاص، ولازم عشان تقدمي النائب العام اللي بيقدم ايه، بتقدمي طلب للنائب العام تقولي له في القضيه رقم كذا. خلاص، وممكن تعملي النقد، ممكن الموظفين ياخدوه وما يتقبلش طبعا. طب ليه؟ طب السؤال بس في الحته دي حاجه كويسه ولا لا في الاسره؟ سيئه. ليه؟ سيئه. وده برضو مش هينطبق عليها الحق الدستوري؟ من زمان. لا مش هينطبق عليها الحق الدستوري اللي احنا هنا هيتطبق في 2024. لا ليه هيطبق على الجنايات بس. طب وانت بتطالب بقى بالشخصي كمان، الاحوال الشخصيه احنا كمان؟ بنشوف في بعض القضايا الاحوال الشخصيه مهازل. يعني حاجات ناس مخبيه ورق وناس اتظلمت، قصص كتير جدا. لسه هنخش الجنايات دلوقتي هتلاقي الدنيا. فانت بتطالب
طبعا. بي... بس اما هقول لحضرتك اللي بيحصل في النقد بقى، هقول لك كان ايه في الاسره، كان اللي بيحصل او في حتى في خلينا وانا بقول ايجارات هتفهمي طيب انت حضرتك طيب الاسره. اوكي. بيجي في قضايا الايجارات كلها قابله للنقد. بنعمل احنا دايما المعتاد، لو انا عن المستاجر اللي هو المحكمه قاضي بطرده، بعمل نقد واشكال بالتنفيذ. اشكال عشان اوقف التنفيذ، عشان ما تخرجوش بره. لا مش عشان ما نخرجوش، لان عندما ينفذ الحكم هيكون فيه ايه؟ اخطار وحاجات مش هتتركيها. إيه انت اخلتيني من الشقه، نفذنا الحكم واخلينا الراجل من الشقه، وبعد وطلع بعد طلع كده إن هو مع ليه عقد حق. من احد الورثه من 20 سنه وبياخد الورق، اصبح الراجل ده ايه؟ ورقه زي ما قالت محكمه النقد اللي انا بحبها جدا وبتعلم منها، وكل المحامين بنتعلم منها، والقضاه الجداد وجيل اجيال بتتوارث الرساله. فحضرتك هنا قال لك في ورق لو قدم ومحصته الدايره يغير وجهه الفصل. طبعا. انا قدمت ايه؟ ورقه ان الراجل واخد مني ايجار 90 سنه مثلا، 80 سنه واخد ايجار 80 سنه، تطردني عشان مش دافع الاجره؟ فاهماني ازاي؟ هنا ايه؟ وبنعمل ايه؟ اشكال. فايه اللي بيحصل بقى في النقد؟ بتنظر بسرعه ايه في الاشكال. تمام. ادت وقف التنفيذ بتحدد الجلسه على طول، رفضت وقف التنفيذ بتحدد الجلسه برضه غرفه المشهور. تمام. فهمتي حضرتك ازاي؟ تمام. نيجي بس للاحكام ايه اللي انت كنت عايز تشرحه لي في الاحوال الشخصيه مرتبطه هنا في بالإيجار؟ الاحوال الشخصيه ايه اصلا كان الأحوال الاول الشخصية مثلا قلت في لي إن هي احكام ما الطلاق فيهاش ايه او ما فيهاش أصلاً. كان الاول ايه حضرتك؟ مثلا هو كان كل المشكله في ايه؟ كان في قضايا كتير في النقد. فالمشكله اللي استدعت التعديل التشريعي ده في القانون الاسره اللي كان طالع في الالفينات، ان ما يبقاش في نقد، الحكم واجب النفاذ بعد ايه؟ طبعا في دي اللي هي ايه بقى؟ النفقه والطلاق والحاجات دي كلها. النفقه والطلاق والرؤيه بس هو في جزء من الموضوع ليه اوعي تتحيزي انت مش النهارده. بتحيز، مش بتحيز اهو. هنناقش حضرتك بالمنطق. هو جزء منه فعلا ما ينفعش فيه نقد. افرض الموضوع خاص بفلوس اولاد عيال. تمام. هقول أكلهم لحضرتك وشربهم، ليها اقعد بقى الحل ايه نستنى بقى؟ اقول نفذ. كان ليها حل في القانون إيه؟ اياميها، وحل بقول لك النهارده على الهوا اهو. اتفضل. النهارده في حكم نفقه مثلا ب 100,000 للاطفال الصغار، حرام. ايوه لازم يقدم ياكلوا ايه ويشربوا. بقى حضرتك؟ لا كفيل، لا يسدد ويطعم برضه بالنقد. فاهماني؟ يعني في كل الاحوال لازم يدفع. لا يقدم كفيل خلاص. وافرض انا ما عنديش كفيل. ما عنديش كفيل يبقى سدد. طبعا بقى ما عنديش فلوس ما انا اسدد. بقول لك اهو، انا بقول لحضرتك سدد وبعد كده اعترض. بالظبط يعني كده. يدفع. بس افتح لي باب الاعتراض، ما تقفلش عليا ايه؟ درجه غير استثنائيه لا. ماشي. النقد يعني اهم حاجه الاولاد العيال ياكلوا ويشربوا. ما اعترضناش، وتصرف عليهم ما يلبسوا اعترضناش، والست ما اعترضناش. يعني تاخد حقوقها بس. احكام الاقتصاديه على طول وجبه التجاري بقى الخلاف هنا بقى ما حدش ياخد باله منه. التجاري من صدوره من اول درجه بقوه القانون واجب النفاذ. واجب النفاذ. وانت ايه مش التجاري حابب ده؟ لا طبعا ده حاجه جميله، لان التجار تجار حاجاتهم بفلوس سريعه. بقى في لا مش فلوس، حاجات سريعه عشان ما توقفش. والاحكام اللي صدر حاجات عشان حاجه ما توقفش. ايوه ما بقول تجار وفلوس وتجاره. وحضرتك زي احكام اللي تصدر مجلس الدوله شامله النفاذ المعجل على طول من اول درجه ما طلعت خلاص. اللي هي بتاعت ايه؟ احكام ده مجلس الدوله. اللي هي الاداري. الاداري برافو عليك استاذه رانيا، خلاص نهيتك في مكافاه المعاملين. يا ريت. الاحكام. ده شرف كبير. الله يخليك احنا نشرف بيك طبعا. يبقى الاحكام اللي طالعه نفذ على طول زي الجنايه بتاعت القضاء الاداري على طول. نفذه بس ليه نفاذ معجل كمان. يعني ايه نفذ يعني معجل؟ حضرتك موظف اترفد، ما ده ليه اسره خلاص اترفد، لما بيجي عودته للعمل على طول شامل النفاذ المعجل. يعني على ده طول بالمسوده. بالمسوده. بمسوده الحكم. طيب. يعني لسه ما اتطبقش بالمسوده يروح نفذ. بس انا بنفذ وماشيه في الطرف الثاني من من حقه ويطعن ويعمل كل حاجه كل حاجه. ده الشكل اللي انت كنت عايز ان هو يحصل في الاحوال الشخصيه برضه. ما تحرمنيش من طريق استثنائي او طريق غير عادي لنقد الاحكام. بتعمل مشكله وراسب في نفس الناس. وربما يكون الطرف ده صاحب حق في الاخر. هنعمل ايه؟ يعني انا ما شفتش الحقيقه حد ما بيصرفش على اولاده بيبقى صاحب حق. ماشي مش دي قصه تانية. طيب هنيجي بقى ايه؟ ده الطعن. كل دي الطرق دي طعن. ايه بقى التماس عطل. انا معلوماتي
او معلومات العامه يعني بصراحه، عشان ما ابقاش كدابه، انا عارفه ان في عاده التماس النظر اشتغلت فيها حلقات كتير، فعشان ما نكدبش بس. لكن معلومات ناس كتيره ان اخر طرق الطعن او الاعتراض على الحكم هي النقد، والطريق اتقفل ده بعدها. الطريق ايه غير العادي، في اه، بعديه بقى. استثنائي بقى، استثنائي الاستثناء. هقول لك بقى، بصي، القانون في الفصل الثالث من كتاب المرافعات، انا بقرا وعمري ما جيت طلعت قرينا من كتاب، بيقول ايه؟ في حاجه اسمها التماس اعاده النظر. واشمعنى بتقرا المره دي؟ ما المره دي بقى عشان ايه؟ في قضايا فيها جدل في التماس اعاده النظر، طيب. جدل شديد في الشارع، بعض القضايا الحساسه اه، فيها مشاكل في التماس اعاده النظر دي. يعني فيها عدم وضوح فهم للنصوص عشان نفهم بس اللي هي ايه بقى؟ اول مش حاجه هتقولها لي، حضرتك، ها؟ طبعا انا طيب. بقول لك النص واشرح، واشرف طبعا ان في تلفزيون بلدي، مش في اي محطه تاني، تلفزيون بلدي. انا والله ما احب مصر، انا ندفن فيها ونعيش فيها، وتعلمنا في شرف جامعاتها كبير، شرف يا ببلاش. أستاذ. انا طبعا. ابن حقوق القاهره، اتعلمت من خير الدوله دي ببلاش. وانا اعلام القاهره. يعني وكان معانا وائل البراشي الله يرحمه، اتعلمنا كانت الرسوم 36 جنيه، وكنا بناخد بدون البنات دعم الكتب دي عشان انا كنت وائل يتيم. الابراشي كان معاك في في الكليه حقوق؟ اعلام القاهره هو زي اعلام القاهره، اعلام هو القاهره. كان صاحبي. المشرع المصري في قانون المرافعات وفي تعليمات النائب العام عشان الجنايات والكلام ده، قال للخصوم ان يلتمسوا اعاده النظر في الاحكام الصادره بصفه انتهائيه. الاحكام اللي هي يعني حكم الجنايه لما يطلع وبعد ما راح النقد بقى نهائي بات. الاحكام اللي بتطلع من النقد بنعلق عليها اسمها ايه؟ نهائي بات. بات. تمام. نهائي بات. لا، الاستئناف نهائي. الاستئناف حكم نهائي. بات. بات النقد، بعد النقد بقى الحكم بات. يبقى نهائي بات. برافو عليك. طيب. يبقى نهائي بات. امتى بقى؟ هو ثانيه واحده، معاك. التماس اعاده النظر في جنائي ولا في كله؟ في كله. كله. بس اي حكم في اي اي حكم، بس تمام. بيبقى في الشروط دي تيجي جنائي. حاجه من الثمانيه بقى. طيب. الاول، اذا وقع من القسم غش كان من شأنه التاثير على الحكم. تمام. يعني انا قدمت مثلا شيك وقلت هنشرح الحاله دي ببساطه عشان الوقت للناس. طيب. اوكي. قدمت شيك وطلع الخصم معاه مخالصه وشاهد عليها شهود، او جبت انه سحب الشيك ده من رصيد حسابي، تمام. بس هو سرقه من البنك. اوكي. خلاص. او الشيك ده تحصل عليه عن طريق السرقه، جنايه او جنحه او نصب عليه، ده غش. اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي قضي بتزويرها. يعني انا حد قدم عقد بيسجل ضد صاحب بيع ونفاذ، وبعد كده انا استحصلت في دعوى تزوير اصليه ان العقد ده مزور. تمام. يبقى انا من حق اروح للمحكمه اللي عملت التماس اعاده نظر، اقول له ايه؟ العقد ده مزور. العقد مزور، ينتج عن حكمك القضائي يا محكمه الغاء الحكم بتاع صاحب بيع ونفاذ. طيب. حته بقى اللي بتعمل لنا مشاكل في مصر، بصي انت معايا على الفيس، شوفي بالليل بقى. اذا كان الحكم قد بني على شهاده شاهد قضي بعد صدورها بانها مزوره، تمام. دي بتعمل مشاكل بقى عندنا. يعني شهاده زور؟ يعني هو شهد شهاده زور؟ بالظبط، مزوره او زور يعني. تمام. يعني خلاص. يبقى النهارده في، خلي بالك، اللي حد بيشهد على حد والعقوبه نتيجه شهادته هو لوحده، اعدام الشخص يتعدم زيه. تاني احنا قلناها 100 مره قولها تاني عشان الناس تبقى برضه عشان الناس اللي بتشهد زور. لان الموضوع ده بخلاف بقى حسابك عند ربنا، دي حاجه ده تانية عند من الكبائر ربنا. يعني. لكن في الدنيا اللي يشهد شهاده زور تودي المتهم ده اللي حبل المشنقه عشماوي العداله ان يا صاحبه يحصله. صاحبه. الحاله الرابعه، اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعه في الدعوه خصم حالته ده دي تخص المدني اكتر. يعني في ورقه معايا وانا رايح اوديها المحكمه، انا محامي ومعايا الراجل الغلبان في ايدي، ضربوني وضربوه، خدوا الورقه دي، بس في ناس شهدت فوقعت منهم الشنطه مثلا على سبيل التقريب يعني، لقوا الورقه فجم ادوهاني وقدمناها، من حق اعمل التماس اعاده نظر. تمام. اذا قضي ان انت عملت مسلسل اهو، فيلم ما انا هقول لحضرتك طبعا واحنا قاعدين مع الناس. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم وطلب، انا بقول انا ليا عند مدام استاذه رانيا 100,000 جنيه، فالحكم اداني 200,000. طب من حق اعمل التماس اعاده نظر. هو كان طالب 100 بس. 200 بايه؟ ده قصدي ايديه فرطه. لا، ما هو ما يجوزش الايه، انا ماسك كاتب في عريضه الدعوه
انا لا عندك 100,000 خلاص هو ال 100,000 حتى لو وانت كنت اقريتي تستحق. بيه يعني حتى لو القاضي شايف ان انت تستاهل 200,000 انت برضه هتاخد ال 100,000 اللي انت طلبتهم. بالظبط اللي في عريضه الدعوه. اذا كان منطوق الحكم، ودي حاله شفتها قبل كده كذا مره يعني، بس قليل جدا، اذا كان منطوق الحكم مناقضا لبعضه. زي انا عندي قضيه ادى للخصمين، مم. ادى للخصمين والله، مم. ادى لده وادى لده، مم. فالحكم يناقض بعض. ده اللي طبعا اللي بيشيل الكلام ده محكمه الاستئناف او النقض. اذا صدر، هنا بقى المشكله دايما احنا بنطالبها، اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى عدا النيابه العليا. انا النهارده جيت، التمثيل الصحيح في ايه بقى؟ إيه المحامي يلغيه وتوكيله. ليا صفه يعني ولا ملياش صفه، صح كده؟ لا، وحاجه تاني، ما هو برضه عشان الحته دي دايما بنتكلم فيها في الاعتراف. مم. انا مضروب ومتبهدل وجيت اعترفت، فانا هنا ماليش ايه ليه اعمل، اتضربت واتبهدلت ولقيت نفسي رايح جلسه وبتاع. فهنا حضرتك ان الشخص الطبيعي لازم يبقى ده، ما هو المعايير الدوليه حضرتك لما بنيجي نطلب تنفيذ احكام بره او دوله تانية، لو جالك حكم اجنبي من بره مصر وطالبه تنفذيه، حضرتك القضاء بيقول له هات لي هنا هو في مصر، الماده 298 و97 في القضاء في قانون المرافعات، بيقول له هات لي شهاده من المحكمه اللي صدر منها الحكم ان الخصوم مثلوا تمثيل صحيح. يعني انا عرفت او جبت محامي. تاني حاجه، هات لي شهاده بان تم الاعلان صحيح، مش انا ساكن في الدقي خلاص، او ساكن في الشيخ زايد، ولا ساكن في المعادي، انت بتعلن في اسكندريه يبقى الاعلان ده باطل، الحكم ما ياخدش صيغه تنفيذيه. اخطر حاجه بقى، ها، الحاجه التامنه بقى هنا، المشرع دي مطاطيه شويه، لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوة حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل بشرط إثبات غش أو تواطؤ أو أعمال جسيمة. خدي بال حضرتك، المشكلة بتاعتنا بتبقى في الجنايات، في شهود ما بترضاش تقول الشهادة، في للأسف. ما بترضاش تقول الشهاده ولا بتقولها زور ولا ما هو بترضاش تيجي عندنا بقى، اصلا؟ بصي في الشهود في مصر، الايه؟ الشهود بقى عندنا في مصر هنا، اه لو واحد بيقول، شفت المسرحيه بتاعت عشان استاذ ما اشوفش عادل حاجه. بس شفت لسه اقول، انت قلت عشان تهمتيني ما بشوفش المسلسلات. انا قلت لك براءه على فكره. ربنا يخليك. في شهود ما بيكونوش شافوا حاجه هم حرين. خلاص، وفي شاهد شاف كل بس انا حاجه. هقول لحضرتك حاجه، هو ممكن ما يكونش شاف حاجه بس سمع. يعني ايوه، مثلا اصل في حاجات صعب ان انت تشوفها بعينك لانها بتبقى خاصه جدا. يعني مثلا واحده بتتضرب، انا ما تمام، شفتهاش بس سامعاها وهي حلو حلو انا حلو. سامعاها بوداني بس ما شوف شفتهاش هقول بعينيا. لحضرتك حاجه، كان عندي اطول قضيه اشتغلتها في القصه دي. مم. حضرتك الناس ذو حيثيه كبيره في المجتمع، بغض النظر يعني هقول لك بس المشاكل ماشي واحده. ماشي. لا، دكاتره جامعه وناس محترمه للاسف يعني ما هو ده حضرتك برضو الحاجه عارفه بسبب الغريبه قانون اللي الايجارات اللي انت بتتكلمي فيه، الست جاء يعني محامين على محضرين قالوا للراجل واصحاب العقار يعني مبروك انتوا خدتوا كسروا شقتين، وجم مبروك بعد انت كده خدتوا ايه؟ خدتوا حكم باخلة. الناس ما تمام. بتصدق، شقق في مصر الجديده وفي اه. الزمالك وجاردن سيتي ب 6 جنيه والكلام ده، مم. فما صدقوا خدوا حكم. الناس المحضرين جاب واحد مزيف وامين شرطه مزيف ومحامي الله يسترها عليه، ودي كسروا الشقق واتبرعوا بالحاجه عشان يوهموا الناس ان هم صح لاحدى الجمعيات الخيريه بالعفش اللي فيها. عدى شهر، جم الناس اللي هم كان المفروض ليهم حق امتداد، اللي هم رامين الشقه بقى لهم 20 سنه، جم وقالوا شقتنا وحصل تمكين من النائب العام والمحامي العام قصه، والناس دول الافاضل اتهموا بقضيه سرقه ودنيا. الحمد لله اما جيت بقى والناس جايين لي واخدين حكم 3 سنين. والله انا امي دعت لي ان يفتح الله عليا فتوح العارفين، ناس محترمين جدا، النهارده اخواتي واصدقائي يعني اللي عايش منهم والميت. والله يا استاذه رانيا اقرا الورق، طب انا اشوف، وجت التحريات 3 تحريات، خدي بالك برضه من احكام محكمه النقد التي سطرت بالذهب، قال لك تحريات المباحث راي صاحبها. هو لقيت 3 تحريات في القضيه، 2 بيقولوا الواقعه ارتكبت، واحد بيقول لا الناس دي ما عملتش حاجه. طيب
قلت بقى اخش لشهاده التاريخ ده عملته لنفسي يعني وللناس، ربنا جعلني سبب ولا يعلم جنود ربك الا هو. ابص يا استاذه رانيا في الورق الاقي واحد الشهود بيقول يعني. الواقعه دي حصلت من سنه، واحد بيقول من 3 شهور، واحد من 6 شهور، واحد بيقول واقع من سنتين. رحت واخد الورق، تضارب في اقوال الشهود. اقسم بالله ربنا يصلح حال هذا القاضي الجليل كرئيس دائره استئناف، والقضيه خدت متسع ورد ودنيا بهدله، والله يذكره بالخير المستشار محمود الرشيد. يعني بصي خلاص الخصم حسوا لان كانوا طالبين مبلغ مساومه رهيب عشان التنازل، رهيب. ان السرقه فيها عدول اقوال، فيها مشكله. انت حضرتك لو قلت وليد عبد الحميد خد القلم مني وسرقه واحنا على الهوا ورحت عدلت عن اقوالك، ادي يحبسك على طول. لو ان الكلام مش العدول صح. على الاقوال في السرقه عشان بنحذر الناس. دي مهمه قوي برضو. آه. ليه بقى؟ ما حضرتك ما هو اشمعنى السرقه تحديدا يعني؟ لسه قدامنا وقت. الغرض من العقوبه ايه؟ ان حضرتك الردع ان مفيش حد يتبلى والزجر. على حد يعني. الردع والزجر لأنه كمان وقسوه العقوبه في الردع والزجر، عشان لما اجي اسرق القلم بتاع حضرتك اعرف ان انا ايه؟ هاخد 5 سنين. اقول يا عم خليني انا ماشي بشم هواء الحريه. انت مين اللي قاضي يحبسه؟ اللي قال لو عادل على الاقوال هتبقى ابلغت كاذبا. يبقى بلاغ كاذب. يبقى ابلغت كذا. يعني تقول ان هو عايز يدرخم على الموضوع يعني وعايز ينجيه. هو اللي بيحصل ايه حضرتك؟ لانه السرقه بالاساس مخله بالشرف. والله هو المشرع عايز يضبط مش هقول في انهي دايره. طبيب والتليفون اتاخد منه والام عيطت له، القاضي اداله درس، قعدوا لاخر الجلسه دي كفايه. قعدوا من الساعه 1 الساعه لا 11 للساعه 1 بالليل يستاهل. سرقوه، خدوا تليفونه من العربيه وهددوه بالمطوه، قال مش هم دول. بس هم ادوا له تليفونه من بره يعني جابوا له تليفون بداله. فالقاضي ما هنا الاستشعار بقى لنفس البشريه شعر انه لا هو حصل ان الواقع حصل ونده وقال له حصل بس ايه بس. فهنا حضرتك الجنايات بقى هي مشكلتنا في ايه؟ التماس اعاده النظر في الجنايات. طب حضرتك بتقولي الشهود في مصر مختلفين. مختلفين، كل واحد بيحلم. بس كل الحاجات الثمان خطأ يعني الثمان حالات اللي حضرتك ذكرتهم دول ما كانوش ابدا ممكن يبانوا في كل مراحل الاعتراف. لا حضرتك هقول لحضرتك حاجه، زي في قضيه متهم في حد حرضه وهو ما قالش فلان حرضه. طيب متهم قتل وواحد اداله السكينه وقال وما قالش، تستر عليه. وبعديها يعني في حاله ثانيه برضه ما هو اما لقى نفسه يروح في داهيه اعترف. ولما تلاقي حد تاني برضه متهم ومثلا اتحكم عليه ب 15 سنه اعدام، 25 سنه اشغال شقه مؤبده، الراجل كان بيتستر على حد او خايف انه لو اتكلم حد يأذي اهله. وجا النهارده قال انا هقول في 1 2 3. ده التماس اعاده النظر في دلائل وقت جديد معين ولا في اي وقت؟ برافو عليك. 40 يوم. ما هو المشرع مش هنقعد نسيبها مفتوحه. الماده 242 قالت ايه؟ ميعاد الالتماس 40 يوم من امتى بقى؟ نقض. لا، من حكم نقض، من ظهور الدليل. من ظهور الدليل تاني اهو، برافو عليك يا استاذ رانيا. 40 يوم من ظهور الدليل. خلاص. يعني قولي معلش، قولي مثال كده لظهور مثال حضرتك. قالوا دلوقتي واحد اتبلى على حد هو بقى 6 دقايق عشان الكنترول يسيبونا 6 دقايق عشان دي اهم حاجه. لا احنا لازم نختم بسرعه. فانا بقول لك اهو دلوقتي حد بلاش انا ده الشر عليك. حد شهد مثلا ان الشخص ده قتل وهو ما قتلش. وبعدين الراجل هيروح حبل المشنقه، فقبل ما يتحكم عليه بالاعدام ضميره صحي فراح قال فين الدليل؟ ظهر ايه؟ ضميره يعني ولا ايه؟ انا مش فاهمه. هقول لحضرتك حاجه. قالوا مثلا فلان خلاص هيتعدم. فلان ده كان متستر على حد، ماشي، متستر على حد، تم هو قال فلان اللي محرضني وفلان. جت تحريات المباحث والشهود فعلا فلان وفلان عملوا كذا. النهارده مع التكنولوجيا في فيديوهات والنصايب دي بسرعه بس احسن. ماشي. يبقى حضرتك هنا ظهور دليل جديد. قالوا الشهود قالوا او التقرير الطبي الشرعي اتقتلت ب 12 طعنه. تمام. جينا مثلا في صور فيديو ما فيش الا طعنه واحده. تمام. فباني الدليل. في حد جاي هيشهد
في حد جاي يشهد بشهاده غير كل اللي في الورق بس دي ده. بقى ملهاش بقى 40 يوم. التماس لا 40 يوم من تاريخ العلم بيها، من طريق ما هو وبيبقى يعرف. قدام طب ما نفس هو انت المحكمه اللي شرحنا اصدرت. يعني. يعني خدي عند حضرتك دلوقتي، لا لو بسرعه. محكمه النقد ايدت حكم ودي اخر درجه، الالتماس بيبقى قدامها. ملتمه ده. حضرتك في متهمين كتير حضرتك بيبقى بنشوف والله في القضاء الجنائي في دليل ما تقدمش، او في شهاده شهود ما طيب اتقالتش. خلينا نقف عند النقطه دي عشان دي اهم حاجه. عشان نستوضحها من حضرتك اكتر. بس عرفنا المعلومه على الاقل، شرحها هيبقى في وقت تاني، انه اعاده التماس النظر من 40 يوم من ظهور الدليل. من ظهور الدليل. هنبتدي فريق الاعداد لو سمحتوا، هنبتدي الحلقه الجايه من بدايه النقطه ديت. انا بشكر معلش ودي اصعب حاجه عمليه التماس اعاده النظر طبعا دي. انا بشكرك بس جدا. المحاكم بتستجيب ليها في حاله وجود دليل يوافق صحيح الاوراق والقانون. وقضاءنا محترم، وقضاء مصر ده قضاء عادل طبعا، وقضاء جميل، واعلامنا جميل. وانا والله بشكرك وبشكر ربنا احنا ان عايزين امتد في نسمعك عمري لغايه اخر اليوم، لكن احنا طول الوقت طبعاً. احنا يعني محدودين عارف بالوقت. مقيدين بالوقت. وكمان المخرج الكبير وليد عز بيقول لي ابراهيم عز بيقول لي لا كفايه خلاص احنا تجاوزنا الوقت، فلازم ان احنا نلتزم. انا بشكرك جدا. لا الله يخليك. وبنجدد لك الدعوه مره جديده عشان نكمل ما او نستكمل ما لم يسمح لنا به الوقت مننا. الحمد لله. ما ابراهيم عز والله انا بقول ابراهيم عز الدين. اهم حاجه الناس كلها استفادت من معلومات. طبعا. الحمد لله. ده اهم حاجه. انا بشكرك جدا استاذ وليد عبد الحميد، المحامي بالنقد الدستوريه والاداريه العليا. وبشكر كل زملائي في الكنترول روم، بشكر حضراتكم للمتابعه. ابراهيم عز الدين طبعا يعني المخرج الكبير اللي كان مشرفني النهارده. طول الوقت ببقى مبسوطه ان انا ببقى موجوده معاك يا ابراهيم. هنشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام 6:00 على الهواء مباشره. ابراهيم بالقانون.